اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنين عليكم، وحشين خلاص من فيديو امبارح. ربنا يا رب يخليكم ليا. شكرا بجد على دعواتكم الحلوه اللي انتوا دعتوها لي. شكرا من قلبي. ربنا يا رب يسعدكم يا رب ويخليكم ليا. بجد انتم والله العظيم حاجه بالنسبه لي كبيره، بتكملوا حياتي كده وبتسعدوني بكلامكم العسل. ربنا يا رب يخليكم لي. بصوا، مبدئيا كده صوتي متغير خالص. انا عارفه ان البرد بصوا مغير لي صوتي كده، بس يلا الحمد لله. والله الواحد كويس يعني، الحمد لله نوعا ما كده. الواحد بيقوم يقدر يعمل ويشتغل وكده. يعني ايه ما يعني البرد برضو تقيل وعامل له صداع. زوري كده. بس انا بقى ايه، مش عماله اشرب سوائل وكده، وخدت علاج برضو. يعني ايه حلو. انا من النوع اللي اصلا ما بحبش ان انا يعني يجي لي برد ان انا انام له كده يعني. لو نمت بقى بصوا بنتعب اكتر وكده يعني. الحمد لله ان الواحد قادر يشتغل. ربنا يا رب يشفيني ويشفيكم ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى نبدأ روتيننا النهاردة. بصوا بس قبل ما ابدأ كده، لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا وتنوروني وتشرفوني. واللي دايما حبايب قلبي منوريني ومشرفيني ما تنسوش تحطوا اللايك. تعالوا بقى نبدأ الروتين بتاعنا. بصوا زي ما بقول لكم كل فيديو روتين قوي ان شاء الله باذن الله هيعجبكم هيشجعكم كمان. يلا بقى، لو بتشوفي الفيديو كده اعملي لي كوبايه شاي او نسكافيه او اي حاجه بتحبيها كده، وبالذات لو عندك برد. كوبايه ينسون على ليمون كده، كوبايه مثلا ينسون، كوبايه ليمون على عسل كده يعني. الحاجات دي على فكره والله هي برضو مقوياني كده، ان انا بشرب كده يعني السوائل دي بتبرد لك زورك، بتصحيكي برضو شويه. هو البرد بصوا، هو البرد جالي، هيجيلك النهارده كده، لازم بياخد معاه وقت يعني. لو خدت له ايه كده. انا خدت اول يوم حقنه وفوجتني خلاص، بس رجع برضو تقول عليا تاني امبارح بالليل. وحاليا دلوقتي بص بقى مناخيري بصوا مش قادرة نار. بس يلا الحمد لله. بس دايما بشرب سوائل يعني، منها ان هي ايه. واصلا لما يكون واحد عنده برد بيكون نفسه مسدودة عن الاكل عن اي حاجة. والله الواحد بيشتغل يعني، بس الحمد لله قادرة ان انا اشتغل وكده. بيبقى غصب بس منها يعمل بدلنا يعني. انا يعني بصوا، ان نمت يوم ما فيش من نمتي مش هتلاقي حد يعملك، مش هتلاقي الدنيا مكركبة حوالينك كده، هتتعبي. الواحد يعني ايه على قد ما بيقدر، فاهمني؟ مش بنتعب نفسي خالص قوي يعني. الواحد مثلا يعمل شغل يريح شوية كده. والله انا النهاردة رغم ان انا تعبانة، بس الحمد لله انا اصلا رايحة يعني ممكن اروح البلد، اروح عند اهلي وكده بكرة. قلت بقى هخلص النهاردة كل اللي ورايا. كان عندي بقى ايه، الفراخ عندي فراخ بيضة وكده، كنت جايله لكم قبل كده، دبحتها النهارده ونضفتها. وعملت شوية حاجات كده. وكنت محضرة كمان الغدا. بصوا يعني الواحد ما قعدش، بس الحمد لله. بحس ان انا ايه، لما بشتغل وكده بحس ان انا بفوق. لكن طول ما انا نايمه، ما انت نايمه بص هتفضلي تعبانه وكده، بالذات البرد. لازم ايه تاكلي، ولازم تشربي حاجات سوائل وكده والحاجات دي، عشان ايه تقدري ان انت تقومي وكده، فاهميني؟ مش تفضلي نايمه وكده. لا، ما نفسك ما بيبقاش نفسك جايه على الاكل وكده ان انت تاكلي، بس لازم ان انت تاكلي. لو مش يعني معلش من الكلمه، لو هتاكلي وترجعي الاكل تاني مش مشكله، بس اهم حاجه ان جسمك يستفاد من الاكل. وان انت مثلا تاكلي وكده وتقدري تقومي وكده. لكن لو فضلتي نايمه مش هتقدري صراحه يعني. يلا الحمد لله. بصوا بقى هنخلص المواعين ونغسل ونعمل ايه تاني يا ربي، وهنروح بقى انا كنت طبعا مروجه الشقه. بعد يعني ما خلصت المواعين وكده، خلصت نظفت المطبخ. وبعد كده بقى ايه، روجت الشقه. كنت مروجه معاكم في الفيديو بتاع يعني بتاع امبارح وكده. مسكتها تاني، روجتها وروجت السراير وده كله. وهنكنس بس معاكم بالمكنسه الكهرباء بعد ما اخلص المطبخ وكده. وبعدها بقى ايه، هنعمل ارانب ونعمل ملوخيه كمان. هيبقى غدانا ارانب وملوخيه، هعملها حلو بطريقه حلوه هتعجبكم. وعندي ملوخيه ناشفه بقى هعملها معاكم. بصراحه كانت شاهين بنتي جابت لي ملوخيه من عند ستة وكده، وعملتها مع الارانب. والله بجد الملوخيه الناشفه على فكره كانت هافه عليا وكده. جبتها بقى عملتها مع الارانب كانت زي العسل. وهعمل معاكم شويه عيش، بس انما ايه طلعت تحفه كده. والله العظيم شويه عيش ما كانوا اصلا في بالي، بس هي طجوا في دماغي كده عملتهم على طول. كان عندي شويه لبن رايب كده مكان الجرس الطريه اللي انا كنت عاملاها.
شويه لبن رايب على معلقه سمنه كده، على مش عارفه ايه، كانوا في التلاجة. قلت تعالوا، قلت جيتنا مطلعاهم، قلت لكم ملكوش لازمه. طلعتهم والله يفكوا كده، ويعني سخنتهم على البوتاجاز وجيتنا عامله بيهم شويه عيش. بصوا بقى، عملت كيسين عيش حطيتهم في الفريزر. بحب دايما يكون كل حاجه عندي كده موجوده. وكمان قلت هنضف الفراخ واعمل نقطعها، اعملها تقسيمه وكده، بحيث يعني ايه، انا الفراخ بخاف عليها صراحه. يعني لما بروح البلد وكده بروح من الصبح، ما بجيش غير اخر النهار، بنبص عليها مره في النهار كده يعني. وهم كان عندهم يعني، قلت ايه، ما خلاص اصلا حجمهم بقى كويس، قلت عايزه اذبحهم. قلت عشان ايه، لما بنيجي من البلد وكده بكون برضو مش عارفه والله، بنيجي مهبطه كده، مش عارفه ليه لما بطلع اروح اي مشوار وكده. ممكن من لما وكده، لان الواحد بيكون ضارع على الهدوء برضو في بيته وكده. انا في بيتي كأني في بيتي كده. بصوا، ما فيش في هدوء، انتوا زي ما انتوا عارفين ما فيش غير هو البيت، مش زي البلد برضو. اخواتي طبعا، وده كله بيبقى فيه ايه حوالين الواحد وشه كده. بروح بقى، بنبقى تاني يوم ما بنبقاش عايزه اعمل حاجه صراحه يعني، بنام براحتي بقى واقوم وكده وابص على الطيور كده. ما يعني ايه، بيبقى اليوم استراحة بالنسبة لي يعني. قلت لا، انا هاجي مثلا بعد ما نيجي من البلد، هنريح يوم مثلا، والفراخ انا عايزة اذبحها وما عنديش حاجة اصلا لو طيبت منها ولا كده. قلت لا، انا هعملها. وممكن بقى ما اعملش، مش هعمل اكل لما شاهندة تيجي مثلا من المدرسة وكده. في بقى هيكون في صدور وكده، ممكن هي تطلع مثلا تعمل مكرونة وتعمل صدرين كده، صدر بانيه، او تعمله مثلا زي ما بتعمله كده بتمسك الصدور، تقطعها كده وتطيبها، تحط معلقة سمنة وتتبلها وتحطها فيه. تعمل مثلا مكرونة جنب الفراخ دي مثلا ايه كده يعني. قلت لها انا مش هعمل اكل، لما تيجي انت بقى بعملي اللي انت عايزاه. كده كده ولادي اللي هم يعني محمد وعبد الله بيروحوا لي، يعني بيطلعوا من المدرسة ويروحوا لي على هناك وكده. بس وايه، وجوزي بقى بص اي حاجة والله، هو ما عندوش مانع يعني، ممكن اعمل له بس اي اكل كده. كان في دماغي بقى ايه، قلت هنضف الفراخ وهعمل واحط الكبد وكده واعمل لهم، واعمل رز، صينيه رز معمر واحطها لهم على البوتاجاز. بس بصراحه بقى انا ما خلاص، انا نضفت الفراخ وحضرت الغدا وده كله. قلت بقى مش هقدر، ممكن اخر النهار، على النهار ده انا بكلمكم على النهار ده يعني، ممكن اخر النهار اعمل لهم يعني مثلا الكبد والجوانص ودي، زي الواحد ايه ما يقدر يعني. او ممكن بقى يجيبوا سندوتشات شاورما اللي هو الكريب وخلاص. اي حاجه يعني تمام. بس انا المهم ان انا كل البيت نظيف، الشقه نظيفه. بحب دايما لما اطلع اروح اي مشوار لازم تكون كل حاجه نظيفه. يعني مثلا اروج الحمامات تكون بصي زي الفل، يكونش الغساله بتاعتي فيها هدوم خالص، ولا عندي هدوم تكون مش نظيفه. انا حاليا دلوقتي ما عنديش هدوم مش نظيفه، كلها مصبناها ومحب على الحبل، وهلمها وانشرها وكده. والشقة نظيفة وكل حاجة. خلصت يعني شوية حاجات كده كانوا لازمين ان انا نخلصهم يعني النهاردة الحمد لله. وكنت عاملة النهاردة سمك غدا، انا كنت عاملة سمك وايه تاني يا ربي. آه بس يعني سمك، واللي هو الرز بتاع السمك ده كنت مش كانش سمك، اللي هو اللي اسمه بسارية دي، كنت شارياها النهاردة. وفي واحدة بتجيلنا بسمك وكده، خدت منها 2 كيلو من البسارية، عملتهم كانت بجد كانت حلوة يعني. بس انا ما خشيتش جوه، لان بص البرد يعني ايه، مخلي ماليش نفسي كده في الاكل جوه يعني. عملت النهاردة الغدا وعملت سلطة، وكان عندي فاصوليا وكده يعني، والحمد لله. بصوا هنا بقى الارانب. طبعا انا كنت عاملاها معاكم الفيديو اللي فات، اللي قبل ساعه ما كنت فرستها معاكم، عملت دكر البط وحطيت الارانب في الفريزر وكده. طلعتها بقى فكت، وبعد كده غسلتها بليمونه تاني. وهنا بقى ايه عملتها، هنعمل لها فصين توم، هنشوح التوم، يعني هنشوح التوم الاول كده، وانزل اللهم صل على النبي بالارانب. وشويه برضو طماطم، عملت لها 4 طماطمات كده، هضربهم في الخلاط وخلاص. ما مش الارانب مثلا احط لها زي شوربه البط وكده، لا لازم بديها تشويحه كده في الحله يعني، بفص توم كده بمعلقه سمنه، معلقه دهنه، اي حاجه كده. بص بقى بتبقى ريحتها طالعه وبتبقى ريحتها تحفه كده. بجد والله الولاد ما كانوا عندي، بصوا كانوا كاشين من الارانب وكده، بس لما ضجوها حبوها صراحه. انا بحبها اكتر من الفراخ البيضه، تصوروا. والله العظيم بحب الارانب احسن من الفراخ البيض، وهي اصلا افيد يعني من الفراخ وكده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى ايه، نزلت بمعلقة سمنة وفصين توم كده، هنديهم تشويحة. بص ريحة التوم، انا بحب ريحة التوم صراحة، بس في الاكل متعب، بيتعبني. بس قلت يلا مش مشكلة بقى، المهم هي الارانب لازم ان انا نشوح لها فص توم كده. ما بتحلاش غير لما تعمل لها فص توم كده، وتنزلي بقى ايه بيها كده بقى على التوم، يعني تديها تشويحة كده، تاخد لون معاكي وكده. خلاص بقى ايه، هنحط الارانب تطيب وايه تاني يا ربي، وعندي شوية سمنة كده سيحهم معاكم برضو. هنا بقى خلاص الفص التوم احمر كده. هنزل بقى بالارانب، كل ايه ما ننزل كده نقلبها تاخد لون وكده. حط لها بقى البهارات، فلفل اسود، ملح، ورق لورا، وخلاص يعني. عندك بقى بهارات لحمة ممكن تحط لها، او بهارات فراخ، وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنت عايزة اعمل لكم روتين كامل كده برضو حلو كده، يعني روج الحمامات كده، المطبخ كنت عايزة. بص والله كان في دماغي جايمة كده، قلت ايه، انا عايزة امسك المطبخ، اغسل الفرشة بتاعته واروجه كده وانضفه، وامسك البوتاجاز وده كله. بس قلت بقى ايه، لما نجيب له فرشة، يعني هنجيب فرشة جديدة، لان الفرشة اللي فيه صراحة ما مش عجباني خالص يعني. بصوا بدت تفرفط كده، الحصر يعني ما بتغيب كده بتفرفط يعني حاجات وكده منها وكده. الحصيرة خلاص جابت اخرها، يعني قلت لما نجيب بقى فرشة وكده همسكه اغسله غسلة حلوة كده. طبعا هو نضيف اصلا، يعني انا غسلة معاكم الشفاط والشباك وكده، بس قلت يلا مش يعني زيادة النظافة نظافة، ولا هما بيقولوا مش عارفة يعني. قلت هنمسكه برضو نروجه على داخل، هو خلاص اصلا الشتاء، احنا خلاص الجو بدأ يرطب. عايزه بقى افرش له سجاده كده، اشتري له سجاده حلوه كده او حافظه حلوه، وافرشه فيها دفيه يعني طول الشتاء وكده. لما يكون المطبخ بتاعك دافي كده، تحبي بقى ان انت تقفي فيه وتبقى عايزه تعملي كل حاجه فيه وكده. وانا اصلا بحب يعني، بس فصل الشتاء ده انا بعشقه كده. هنا بقى كان عندي السمنه دي، كانت قشطه ضربتها طلعت سمنه، وبعد كده قلت بقى ايه، مش هحطها في الفريزر، هنسيحها. وطلعت حتتين كده عليها، قلت عشان يبقى ايه، يملوا لي العلبه يعني. بسيح علبه كده، احطها على رف على المطبخ. مثلا اعمل بيضه، تكون مستعجله ما عنديش سمنه، اطلعها من الفريزر وكده. عملت مثلا، كنت مسيحه برضو شويه قبل كده، وعملت بيهم بسكوت. قلت اسيحهم، ولو عملت بسكوت، لان الولاد كانوا عايزين بسكوت وكده زي اللي انا كنت عاملاه. كنت جايبه لهم الشوكولاته وكل حاجه، بس والله لسه ما عملت لهمش يعني. قلت ايه، هسيح بقى، احب السمنه السايحه صراحه، بتبقى ريحتها تحفه كده في الاكل وفي كل حاجه. هنا بقى ايه، حطيت البراد اول ما بدا يغلي، بنزل عليه على الارانب كده اتشوحت. وهنحط بقى، نوطي على النار لحد بقى ما تطيبوا كده. هنا السمنة خلاص برضو، اول ما تبتدي تفك معاكي كده وتسيح، توطي بقى النار عليها خالص، علشان ايه، تطيب براحتها كده، مش ان انت مثلا عشان ما تفورش منك، او لونها يغمق وتشيط وكده، كل مدى تقلبيها يعني. تمام. هنا بقى ايه، ده زي كيلو دقيق كده، عندك زي كيلو دقيق كده، حطيت عليه كيس خميرة فورية، كان عندي كيس وكيس تاني كان مفتوح في نصه يعني. حطيت لها كيس ونص كده، لان كنت عايزاه تخمر بسرعة. وخلاص بصوا، هنقلب بقى، وتحطي مثلا معلقتين سكر وكده. هتقلبي الكلام ده كله. بصوا الحله دي كان فيها ايه، كان باقي من الجرس الطريه اللي انا كنت عدناها معاكم. كان باقي اللي هو اللبن الرايب ده على سمنه وكده. قلت له ايه، كانوا محطوطين في التلاجة، قلت والله لا اطلعكم واعمل بكم شويه عيش وكده. بصوا كله والله بينفع، كله بيمشي كده. اي حاجه بس اعمليها كده بالبركه كده، وان شاء الله باذن الله تطلع معاكي حلو. هنا بقى ايه، مسكت هيعوز معايا شويه ميه تانيين هنحط له، وبعد كده بقى ايه، تحطي جنبك الحله كده. كل بقى ايدك ما تعمل العجين يكون ماسك فيها وكده، تحطيها في الحله، تبلها شويه ميه، وترجعي بقى تمسكي العجين بتاعك ده تفرميه. بصي تغيبي تعجني زي ايه 10 دقايق او 5 دقايق. اهم حاجه لما تعجني العجينه تعجنيها كويس، بصي تلتيها، بصي تمسكي بقى ايه، لو انت زهقانه من حاجه تحطي همك فيها، وانت بصي هتعجنيها تخليها زي العسل. بص انا كنت ناسيه السكر. كنت ناسيه السكر. حطيته بعد ما عجنت عادي خالص، السكر عندي ناعم اصلا. حطيه عادي لو ناسياه وكده، وحطيت طبعا ملح كمان، ونمسك بقى. بص العجينه، انا اصلا قفلت الكاميرا معاك وخدتها على الارض،
فضلت بقى اعجن في العجينه لحد بصوا ما تبقى معاكي زي الملبن كده. الملبن بيكون جامد كمان، هي تكون بقى تحت ايدك، لا فيها لا تكون مفتحه ولا كده، اهم حاجه تعجني العجينه بتاعتك كويس. هتطلع معاكي العيش هيطلع زي بصوا زي العسل كده. بجد كانوا شويه عيش والله العظيم كانوا تحفه كده. هنا بقى عجنتهم خلاص، هنمسكهم بقى نلمهم كده. ما حطيت لهمش زيت لان اللبن الرايب كان عليه سمنه يعني، والله ما انا عارفه كانوا قد ايه، هو كان لبن رايب على سمنه على قشطه على مش عارفه ايه. كبيتهم كده وعجنت بهم شويه العيش دول، بس اي حاجه كده. هنغسل بقى ايدي ونغطيه، وبعد كده بقى ايه، طلعت كانت سلفتي عامله رجاج في اليوم ده، طلعت خبزته معاها وقلت بقى عملت العيش ده بقى. بص انا كنت جايه في نص الخبيز والله. كانوا هم عاملين رجاج ببطاطو، عمتي وسلفتي كانوا حماتي يعني، كانوا عاملين ايه رجاج وكده ببطاطو، وانا كنت ببط معاهم. قلت لهم هندخل نعجن شويه العيش ونطلع، ونبقى نطلع لكم تاني يعني. دخلت بقى عجنتهم وكده وطلعت تاني، وبعد كده لما بططت العيش على على اللوح وكده سبته يرفع شوية، وقلت هدخل اعمل الملوخية ونطلع بقى نخبز شوية العيش وكده. كانوا هما خلصوا خبز رجاج يعني. بس قلت عشان برضو لان خلاص كنا الغدا خلاص، كان جوزها هيجي يعني وكده وهيعوز الغدا، قلت ايه على ما العيش يرفع، لان بص العيش انت خلاص انا عجنته هنسيبه يخمر، بعد كده بنقطعه زي العيش اللي انا كنت بعمله معاكم على البوتاجاز. هنقطعه بعد كده نبططه وهنحطه على اللوح، وبين يعني رجات كده، هعمله رجات بين الغطا والغطا هنحط راج، فاهميني زي ما كنت بعمل معاكم كده. وبعد كده بقى لما يرفع كده يبقى عامل زي الجرس طريه يعني، حجمه يرفع شويه كده، نبتدي نخبزه. هنخبزه في فرن الغاز. والله بسم الله ما شاء الله، كان شويه عيش صغيرين بس طلعوا مجبين كلهم، كان كله مجبجب كده في الفرن. كنت عايزه اصوره لكم بس انا بص حبايبي، واحده كانت كاتبالي اختي ليا في القناه وكده، كاتبالي يعني ايه ان انا اعمل معاكم الخبيز وعند الطيور وكده، بس والله انا بصوا صعب عليا صراحة، مش هقول لكم ايه السبب، بس هو صعب عليا وانا مش عايزاه. يعني انا بصوا المحتوى بتاعي عايزاه بس يكون في الشقة، يكون مثلا في المطبخ كده يعني، عشان ايه لو بطلت الحاجات دي ان انا اعملها وكده، انا بصراحة يعني ما بطلعش اخبز قد كده، عشان لو بطلت الحاجات دي ما رجعش برضو ان انتوا تقولي ما بتعمليش الحاجة دي ليه، فاهمني. هنا خلاص خلصت الغدا والارانب كانت طابت، وكان عندي رز في التلاجة طلعته، وخبزت كمان العيش. بصوا بسم الله ما شاء الله طالع زي العسل. انا بقى عايزه اجيب فرن برضه احطه في البرندة وكده، بس بعد ما اوضبها يعني، بعد ما اخلي البرندة يعني اعمل لها بلاط نضيف وكده، هنجيب فيها فرن صغير احطه، وممكن بقى نبقى نشارك معاكم بقى الخبيز والحاجات دي. تمام. ان الخبيز وكده انا بنكونش بخبز لوحدي يعني، انا بكون انا وسلفتي وحماتي وعمتي بنخبز احنا الكل. ما عدتش بقى بحب ان انا يعني، عايزه بس التصوير يكون في شقتي بس يعني صراحه، انتوا فاهميني، عشان بس ما تزعلوش مني وكده. بصوا بسم الله ما شاء الله العيش كان جابب، وكان كله جابب كده وزي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بتسيبيه بقى يرفع، وبعد كده بتخبزيه وخلاص بقى. بصوا انا هنعبي لهم كيسين كده، ممكن بقى نعمل معاهم كفتة مثلا، كفتة مشوية، اعمل مثلا اللي هي شاورما. صراحة عايزة اعمل يعني شاورما، واعمل للولاد سندوتشات وكده، احط لهم شيبسي وكاتشب فيها وكده، وعدي يوم. انا الفراخ بسم الله ما شاء الله يعني، كان عندي 5 فراخ ذبحتهم النهارده. يعني بصوا بسم الله الله اكبر يعني عليهم، كانت الفرخه زي 3 كيلو كده. مطلعين لي الصدور حلوه، وقسمتهم تقسيمه حلوه كده، هتشوفوهم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. بصراحه يعني طلعوا لي كميه حلوه، انا كنت سبتهم يغيبوا شويه يعني، قلت لما يوصلوا مثلا 3 كيلو اكتر على حسب، عشان برضو الاقي فيهم صدور يعني، الصدور بتاعتهم ما تكون كبيره، تلجح معاكي نسيري ياما كده، وتعملي شاورما تعملي بانيه اي حاجه كده. تمام. خدتهم بقى حطيتهم في الفريزر. وده في اليوم ده كان عم وحيد بقى هيجيلنا، كان يوم التسويجه وكده. بصراحة ما جبتش حاجات ياما يعني، ما كانش مش عارفة، ما بقاش بيجيب حاجات حلوة دلوقتي. الخيار برضو لما بجيبه من البلد وكده، من السوق بتاع البلد اللي عند اهلي وكده، بص انا بجيبه بقى بيكون الخيار صغير كده ومجرمش وزي العسل، لكن ده ما كانش عاجبني. هنا كنت جايبة زي 4 كيلو طماطم، مش عارفة كانوا قد ايه، ال2 كيلو ب25 الطماطم. كيلو الخيار مش فاكرة والله بكام، والبرتقال ده مش فاكرة.
على العموم يعني انا مش فاكره، هو اصلا بيضرب لي اللي انا بنجيه كده بيضربه على الميزانه وكده. خيار بقى ما كترتش منه، قلت لما اروح البلد هنجيب خيار وكده. والطماطم كمان ما كترتش، لقيتها مش حلوه، صغيره ومش حلوه كمان، مش حمراء. عايزه اجيب شويه طماطم لان ما عنديش صلصه خالص. جبت الطماطم دي بس قلت تقضيني عشان هو ما نزعلهوش برضو واشتري منه يعني، لانه بيجي لنا لحد البيت وكده. وطبعا جبت برتقان والتفاح، كان مش عارفه الكيلو ب65، كان كان بقى ب70 ولا ينظر، مش فاكره والله. بس التفاح ده صراحه بتشوفوه صغير ومش حلو، بس طعمه تحفه. التفاح الملون ده انا بنحبه عن التفاح اللي هو الامريكاني الاحمر ده. بتبقى القشره بتاعته او الجلده بتاعته بتبقى جامده كده، ما يبقاش حلو، لكن دي التفاحه دي بتبقى مسكره وعسل كده. خلاص هنا بقى خلاص. وكمان لما تشتري البرتقان اللي بسرة ده، لما تشتري البرتقانة تكون ناعمة معاكي كده. البرتقان الناعم ده بيبقى طعمه مسكر وعسل، زي ده اللي انا جايباه ده صراحة هو عجبني يعني. بس انا كنت جايبة اصلا كيس كمان زي ده، بس احنا كلناه يعني بالالف هنا وشفا. ان انا ما صورتش التسويقة معاكم غير اخر النهار يعني، على ما خلصت بقى كل اللي ورايا وكده. هنا خلاص بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويكون خفيف كده على قلبكم حبايب قلبي. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا. هنا بقى خلاص، بص هحط بقى الفاكهة كده وخلاص. يلا اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله، مع السلامة.